تيراميسو المانجا من الحاجات الجميلة جدا اللي هتبقوا مستمتعين جدا وانتوا بتاكلوها، بجد طعمه روعة. تعالوا النهاردة اما نعمله على طريقتي، بجد طعمه تحفة. بس قبل ما نبتدي الفيديو، لو اول مرة تشوفوني انا غاية، ما تنسوش تشتركوا في القناة ولايك وشير لو عجبكم الفيديو. ويلا نسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. وتعالوا نشوف عملنا التيراميسو الجميل ده ازاي. اول حاجة في حلة هحط كوبايتين لبن، وهحط عليهم 3 معالق كاستر كبار، وهحط 4 معالق سكر، وممكن تزودوا او تقللوا براحتكم، بس هو كان مظبوط. وهحط شوية فانيلا حوالي ربع معلقة، وهدوبهم كده مع بعض. بعد كده عندي صفار بيضة هحطها، ممكن تستغنوا عنها براحتكم. وهقلب كويس كده اما صفار البيضة يختفي تماما. بعد كده هحطه على النار، على نار متوسطة مع التقليب كده. افضل اقلب فيه عشان الكاستر عندي ما يعملش كتل او حاجة. اهو ابتدى يمسك اهو بالشكل ده. افضل اقلب. بعد كده عندي 3 مكعبات زبدة هحطهم كده، بس انا كنت مقطعها صغير. وهبتدي اقلبها كده لحد ما الزبدة تدوب. شايفين الخليط عامل ازاي؟ كريمي وجميل جدا. واما يبتدي يبقبق ويعمل كده، خلاص هو كده عندي خلاص. شايفين الكاستر عامل ازاي؟ حلو جدا، قد ايه كريمي وجميل. بعد كده بقى هفضيه في حاجة. وبعد كده هغطيه بكيس نايلون او اي كيس، وهسيبه بقى في التلاجة. انا حطيته في الفريزر عشان يسقع بسرعة. بعد كده عندي المانجا، وانا احتجت للوصفة دي 4 مانجات بالحجم ده. هقشرها، وبعد كده هبتدي اقطعها. قطعوها بقى باي شكل انتوا حابينه براحتكم، مكعبات بقى او اي حاجة. انا هوريكم دلوقتي شكل انا هعمله. ممكن تعملوها بالشكل ده براحتكم، اللي انتوا حابينه اعملوه. هبتدي اقطعها شرايح رفيعة كده خالص بالشكل ده كده. والشكل ده هعمله كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، هيعمل لي وردة كده. وهلفها هتطلع معايا وردة. ممكن تعملوا الصينية كلها كده. انا عملت واحدة بس في النص، والباقي كله قطعته مكعبات. براحتكم اللي انتوا حابين تعملوه اعملوه، بس بطريقة بسيطة وسهلة خالص. وعندي الباقي قطعته مكعبات، وعملت كوباية عصير محطتش عليها مية خالص، عصير مانجا بس في الخلاط. بعد كده بقى هعمل الكريمة. عندي 3 اكياس كريم شانتيه. انا كنت عاملة صينية كبيرة، لو انتوا هتعملوا صينية اصغر ممكن تقللوا المكونات براحتكم. وبعد كده هحط اللبن، وزي ما اتعودنا اللبن بنحطه بالتدريج شوية بشوية. والباكت بيبقى مكتوب عليه هتحطوا له لبن قد ايه او هتحطوا له ميه قد ايه. اهم حاجه تبقى الميه ساقعه او اللبن يبقى ساقع. بعد كده عندي علبه قشطه، والعلبه دي كانت حوالي معلقتين يعني، بيديلها طعم حلو قوي برضو. وبعد كده برضو هزود لبن، وهضرب تاني. انا حطيت حوالي كوبايه وربع لبن، عشان انا ما كنتش عايزاها تبقى سايبه، كنت عايزاها تبقى ماسكه. وهضرب الكريمه لحد ما يبقى عندي القوام كده. بعد كده هبتدي احط عليها المانجا العصير اللي انا عملته. هحط حوالي نص الكوباية كده، وارجع اضرب تاني. عصير المانجا ضربته في الخلاط عادي جدا، بس ما حطيتش عليه ولا سكر ولا مية ولا اي حاجة خالص. وهبتدي اضرب كده. شايفين عاملة ازاي؟ قوامها عامل ازاي؟ حلوة جدا، طعمها تحفة. ولسه ما احط عليها الكاستر، طعمها روعة. هفضل اضرب فيها لحد ما تبقى عندي بالشكل ده. شايفين قوامها عامل ازاي؟ تقيلة، هو ده القوام المطلوب. بعد كده بقى عندي الكاستر، بعد ما طلعته من الفريزر، انا حطيته في الفريزر بس عشان يسقع بسرعة. هضربه كده بالمضرب شوية.
هفضل اضرب فيه كده لما يبقى معايا كريمي. بالشكل ده كده، شايفين عامل ازاي؟ بعد كده بقى هحطه على الكريمة اللي انا عملتها، وهرجع بقى تاني اضربهم مع بعض بالمضرب، بس ضربة خفيفة كده ان هما المكونات تتجانس مع بعض، مش كتير عشان الكريمة عندي ما تفصلش. كده خلاص تمام، شايفين حلوة جدا طعمها خطير. بعد كده عندي بسكوت الليدي فينجر. ممكن تستخدموا بسكوت سادة عادي اللي هو بسكوت الشاي العادي، او ممكن تستخدموا بواقي كيك فانيلا، براحتكم اللي انتوا حابينه اعملوه. بعد كده عندي كوباية لبن، حطيت حوالي كوباية كده، وهحط عليها باقي المانجا الكوباية اللي كانت عندي. وبعد كده هبتدي ادوبهم مع بعض، وده اللي انا هغمس فيه البسكوت. عندي بقى اي قالب هتحطه فيه، انا هحط في القالب ده. بعد كده هغمس البسكوت كده في اللبن والمانجا اللي انا عملتها، وهبتدي ارصه في الصينيه. هعمل كده لحد ما اعمل الطبقه اللي تحت. هغمس البسكوت واحطه في الصينيه بالشكل ده كده. بعد ما رصيت اول طبقه من البسكوت، بعد كده هبتدي احط طبقه كريمه، وابتدي اوزعها كده على البسكوت، اغطيه كله. وبعد كده هحط طبقة تانية من البسكوت، هغمسها برضو في اللبن والمانجا، وهبتدي احط تاني طبقة وارصها كده جنب بعض لحد ما اخلص الطبقة كلها بالشكل ده كده. بعد كده هحط بقى باقي الكريمة. انا حطيت بقى، دي كانت اخر طبقة، فحطيت الكريمة كلها وهوزعها كده على البسكوت. وبعد كده بقى هحط المانجا اللي انا قطعتها، دي الوردة اللي انا عملتها هحطها في النص كده. وبعد كده هحط المكعبات المانجا كده بالشكل ده. طبعا قطعوا بقى التقطيعة اللي انتوا حابينها، او حطوها بالشكل اللي انتوا حابينه، براحتكم خالص. وده شكلها بعد ما حطيت المانجا، بجد طعمها روعة، حلوة جدا جدا. حطيت بس ورق نعناع كده عشان الشكل. وبعد كده بقى هدخلها التلاجة، ممكن تسيبوها في التلاجة 3-4 ساعات عشان الكريمة تمسك، او ممكن لتاني يوم براحتكم. هبتدي بقى اقطعها، وبألف هنا، بجد طعمه تحفة. شايفين عاملة ازاي؟ طعمها تحفة، اللي هو هتقعدوا تاكلوا معلقة ورا معلقة كده مش هتحسوا بنفسكم، بجد طعمها رهيب. الوصفة دي روعة بجد، لازم تجربوها. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، وجربوها وقولوا لي ايه رأيكم فيها. وشاركوا لي الفيديو مع اصحابكم عشان يوصل لاكبر عدد ممكن، واستنوني ان شاء الله في فيديو جديد. اشوفكم على خير.